جايه اقول لكم انسوا اي كيكه شوكولاته عملتوها قبل كده وجربوا الكيكه دي لانها تحفه ونافشه جدا، وشايفين ارتفاعها قد ايه. في الاول هنضرب 3 بيضات كبار مع كوبايه من السكر، عليهم معلقه فانيليا. هنضربهم على سرعه عاليه لغايه ما يبقوا فلافي ولونهم يبقى فاتح جدا ويرتفعوا شويه. بعدين هنزود نص كوبايه زيت ونضربهم تاني. هنزود بقى دلوقتي المكونات الجافه. هننخل كوبايتين من الدقيق، عليهم ربع كوبايه من الكاكاو الخام، وعليهم معلقه ونص من كيك شيف، وهو ده اللي ساعدني ان الكيكه ترتفع قوي كده، ورشه ملح. واختياري هنا ممكن نزود نص معلقه صغيره من قهوه سريعه التحضير. هنخلط المكونات كلها مع بعضها، وممكن نستخدم سباتشولا نشيل بيها الحروف اللي ما امتزجتش مع الخليط. وهنا هنزود اهم حاجه كوبايه لبن سخن على الخليط. شايفين دلوقتي بعد ما ضفنا اللبن ازاي بقى ناعم الخليط بتاع الكيك كده، بقى جاهز معانا. هنفضيه في صينيه انا دهناها بشويه زيت، وهندخله فرن طبعا سخن قبل كده على درجه حراره 180. والفرن لو فيه مروحه بخلي درجه الحراره اقل شويه، ومده الخبز بتتراوح من 40 ل 50 دقيقه حسب الفرن. فالاحسن نتابع الكيك بنفسنا ونشيك عليها لغايه ما تستوي. بنقطع الكيك بعد ما تبرد، وشوفوا حلاوه الكيك قد ايه، نافشه وهشه وطريه فلافي من جوه، قوامها ممتاز، واهم حاجه انها هتعيش معاكم مده اطول لان احنا استخدمنا كيك شيف. مستنيين ايه؟ يلا قوموا اعملوها.